ده ممكن يكون أجمد سحور ممكن تسحره في المحل. شوية العيش السخن الرايق اللي بيطلع لك على طول على الترابيزة، الطعمية المحشية، البطاطس المقلية، الزيت نضيف جدا، المكان والقعدة الرايقة جدا والخيمة الحلوة جدا، بتحسسك بأجواء رمضان كده واللمة في السحور والتجميعة الحلوة ديت. كل ده فين؟ في الكابتن اللي عند المعهد الديني، عامل السنة دي خيمة روعة، والقعدة حلوة جدا، واللي أحسن من كل ده الأسعار حلوة جدا. نخش بقى على المهم على طول. جبنا من عنده شوية تشكيلة حلوة كده للسحور، فيها تقريبا كل حاجة عشان نجربها. نبدأ بالفول بالقشطة. الفول بالقشطة الصراحة ما جاش معايا قوي، مالح والقشطة مش كتير قوي وطعمها مش باين مش قوي. جبنة بالطماطم دي بقى الاختراع، حلو قوي عندهم جبنة بالطماطم دي، اختراع. مع شوية البطاطس المقليين دول، وبصراحة البطاطس نضيفة والزيت شكله نضيف، فأكلة جامدة مع بعضهم كده. وبابا غنوج دي كانت حلوة جدا برضو. أنا بصراحة اتسحرت التلاتة دول يعني، ما دخلتش في الحاجات التانية قوي. دول كده لوحدهم جامدين جدا. تخش بقى على الطعمية كيري، انتوا شايفين الجبنة جوه قد ايه، مش هتكلم يعني. الطعمية نفسها كعجينة حلوة، كحشوة مش قد كده. دي اسمها طعمية الكابتن، فيها لانشون تقريبا مع شوية فلفل مع شوية حاجات كده، وبرضه ما عجبتنيش قوي. هي طعمية حلوة، هاتوها سادة. ودي برضه المحشية اللي هي بتبقى شطة برضه ما عجبتنيش قوي. اللي على الطعمية عجينة حلوة، الحشوات بقى باختلافها مش أحسن حاجة. خليك في الطعمية نفسها السادة. ده فول زبدة، طعم الزبدة حلو وباين، والفول أحلى شوية من القشطة بصراحة، والملح فيه أخف. وده البتنجان عشان يشغل الكلام كده معاك ويبلع مع الأكل. وده البيض المقلي بصراحة عندهم حلو جدا، وسعره حلو جدا كمان على كميته عالمي. من الآخر كده الكابتن سحور يستاهل التجربة.